بالأمر العام حسن، يعني ماذا نفعل؟ يعني ماذا نفعل مع هذا الكلام؟ انه خلاص ما بدنا حقوق مدنيه ولا حقوق انسان ولا احزاب ولا حريه وكذا، لانه كل ما خرجنا نطالب بحريه وكذا يقول النظام هنالك مؤامره خارجيه. يعني نفترض انه في مؤامره خارجيه، اذا ما دام في مؤامره خارجيه يجب دوس الناس؟ لنفترض هكذا. اولا يعني هذا المنطق اصلا غير مقبول، لانه اصلا هو منطق تبريري. يعني حتى لو كان صحيحا فهو يبرر القمع بوجود مؤامره خارجيه، ما بالك ولا يوجد اثبات على مؤامره؟ بالعكس، الإثبات هو على ماذا؟ دعنا أولا نقف على أرض صلبة، أن هذا الشعب مثل كل الشعوب يدعم خط المقاومة ويريد تحرير أرضه، ولكن يريد حقوق مدنية وحقوق مواطنية والعيش بكرامة بدون إذلال، بدون إذلال، بدون تعامل مع الناس كأنهم تلاميذ مزري يصفعوا كأنهم أولاد صف سادس وخامس من شاب أصغر منهم بالعمر. هلا نعود إلى مسألة المؤامرة. آخر يعني بكل التصريحات الغربية والوحدة الإسرائيلية، الحالة السورية هي حالة النظام الدولي فيها مرتبك. غالبيته لم يقل بعد ليس غالبية، كل النظام الدولي لا يقول بذهاب النظام، في حين حتى حليف مثل مبارك في مرحلة ما عندما خرجت الجماهير الشارع اضطر النظام الدولي أن يقول يجب أن يرحل. في حالة سوريا النظام الدولي لا يقول يجب أن يرحل، يقول يجب أن يصلح، يجب أن يحاسب من يقتل. أين المؤامرة؟ غالبية الثينك تانكس التي نعرفها في الغرب وحتى الصحف الإسرائيلية يقولون يخشون الاستقرار بسوريا. هذا مؤامرة. طبعا يريدون إشغال النظام بتناقضات داخلية، هذا صحيح، هذا متأكد أنه حتى لو لم يقولوه يفعلوه، يفضلونه منشغلا بتناقضات داخلية على أن يتفرغ. صحيح. نعم. ولكن هذا لا يعني أنه أحد يريد من الخارج أن يطيح بالنظام. أما القول أن المظاهرات منظمة، فأنا بعتقد أنه يجب أن نأمل جميعا أن تصبح منظمة، بمعنى العفوية ممكن أن تؤدي إلى هتافات خارجة عن كذا، ممكن أن تؤدي العفوية إلى أمور كثيرة في حالات الجماعات الأهلية وصراعاتها في سوريا، في حين لأول مرة أن اليوم، على فكرة هذا متغير اليوم، إذا تمعنت جيدا في المظاهرات اليوم ترى أن اليافطات معدة سلفا، أن هنالك من جلس وكتب، وليس كما حالة ميدان التحرير. يعني نحن أمام مرحلة جديدة ابتداء من اليوم. أنا بعتقد أنه بدأت حالات من التنظيم، وأنا بعتقد أنه لأي تحرك ثوري شعبي وجود تنظيم بحد أدنى يطرح أولا بنية تنظيمية، هذا يخفف من قلق الناس على المستقبل، ويطرح برنامج سياسي، وهذا أمر جيد أن يطرح برنامج سياسي إن كان للحوار إذا كان النظام يريد حوار، وإن كان للثورة إذا كان النظام لا يريد حوار. لكن النظام لم يتنكر لعملية الإصلاح، بالعكس هو سار بعملية الإصلاح بخطى متسارعة، ولكن هو يقول إنه لم يعطى المجال ولم يفسح أمامه الوقت من أجل تأكيد حسن نواياه في مجال الإصلاح. لا، هو نظرية النظام أنه لا يريد إصلاح تحت ضغط، وبالعكس وهو يقول ذلك. لكن في نهاية المطاف هو دخل في مسيرة الإصلاح، ولكنه حتى لو تحت الضغط. يريد أن تقف المظاهرات ليبدأ الإصلاح. أنا لا أفهم يعني القول أن هنالك إطلاق نار. أولا النظام يستطيع الاستمرار بالإصلاح، وأنا أقول لك الخطوات الممكنة، والمظاهرات جارية. تستطيع أن توقف إطلاق النار على المظاهرات مثلا، هذا إصلاح. أن تسمح فعلا بمظاهرات قانونية، مش تعتقل الإنسان اللي جاي يطلب رخصة مظاهرة. في ناس راحت صدقت، في ناس صدقت انه المظاهره اصبح بدها ترخيص، في ناس صدقت وذهبت لتطلب رخصه واعتقلت. يعني بالامكان فعلا السماح، بالامكان فعلا السماح الان، بالامكان مثلا السماح للناس ان تدعو للاصلاح دون ان يصاب ان يفلت عليها قطيع من المسعورين بالتحريض، بالتخوين، بكذا، لانك دعيت للاصلاح. طيب لماذا برايك تغليب الحل؟ انا بعتقد هو شوف من يريد اصلاح يظهر ذلك. يعني مثلا أنا لدي وجهة نظر، أدخل وسائل الإعلام لأثبتها، بدل أن تتهم الناس أنه يستخدمون شاهد العيان وكذا، أدخل وسائل الإعلام. إذا كان هنالك سلفيون فليصورهم وسائل الإعلام، وسائل الإعلام يعني أن تظهر هنالك حالات القتال مع السلفيين، من هم، ما هي أسمائهم، ما هي بياناتهم، ماذا يسمون أنفسهم، كيف هيك مثل الفطريات طلعوا السلفيين فجأة. وبالذات لما بدي الشعب السوري يعمل مظاهرات مدنية بما فيها متدينيه تخلوا عن حالة العصيان المسلح الذي عرفناه بالثمانينات وبدأوا بالمظاهرات المدنية، بالذات الآن ظهر السلفيون. طيب أدخل الكمان